عاش بين 11 ولدا يملؤون عليه بيته، لكن عيناه ابيضت من الحزن شوقا لابنه الغائب. ورغم عقود الفراق كان يرى ما لا يروه ويشم ريح الغائب خلف الأستار. هنا قلب يعقوب، الأب المثالي الذي ابتلي في ولده، وليس امتدادا في الدنيا فحسب، بل وهو على فراش الموت يجمعهم ليؤمن لهم امتداد الآخرة، ويسألهم: ما تعبدون من بعدي؟ فهل قصر نبي الله يعقوب في تربية أبنائه؟ وكيف حافظ على يقينه في ظلمات الفقد؟ وكيف استطاع أن يحتوي أولاده رغم ما اقترفوه؟ أولاً، يعقوب أب في بيته بين 12 ولد. يعقوب عليه السلام كان عايشاً مع ولاده 12 في بيت واحد من زوجات مختلفة. تخيل، 12 ولداً في بيت واحد، بينهما غيرة وحسد. أي أب ممكن ينهار من الضغط؟ لكن يعقوب عليه السلام كان أباً حكيماً، كان عادلاً بين جميع أبنائه في كل أفعاله وأقواله، ولا يميز بينهم حتى في انتقاء الكلمات التي يخاطبهم بها. لكنه كأي أب قلبه كان يميل ليوسف وأخيه بنيامين أكثر. هل ده غلط؟ الفقهاء قالوا: المحبة من الأمور القلبية التي ليس للإنسان فيها قدرة على التحكم فيها، فلا يؤخذ بها العبد. لكنه كان حريصاً ألا يظهر هذا التفضيل في العطايا أو المعاملة. وده أول درس للأب النهاردة. مش غلط إن قلبك يميل لواحد من ولادك، لكن الغلط إنك تظهره ده قدامهم أو تفرق بينهم في العطية. ثانياً، يعقوب المربي، إزاي رباهم في البيت؟ 1. الاستماع للحلم وتدبيره بحكمة. يوسف جاء لأبيه قص عن رؤياه: إني رأيت 11 كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يعقوب عليه السلام سمع ليوسف وتدبر كلامه، ولم يستهزئ به أو يقل له: اذهب ونم. وبعدما سمع نصحه بحكمة: يا بني، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وكان يعقوب يدرك أن رؤيا يوسف من الوضوح بمكان، وأن إخوته سيفهمون منها أن ليوسف شأناً عظيماً ومقاماً كبيراً، ولذا نصحه ألا يقصها عليهم. ثم فسرها له بشكل إيجابي قائلاً له: كما رأيت نفسك سيداً مطاعاً ذا شرف وسلطان، سيصطفوك ربك ويختارك، ويعلمك تفسير الرؤى، ويعظم قدرك وذكرك، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب بالنبوة والرسالة، كما أتمها على أبويك من قبل، إبراهيم وإسحاق. إن ربك كثير الحكمة فلا يخطئ، كثير العلم فيصطفي من عباده من يعلم أنه أهل للاصطفاء. 3 دروس في مشهد واحد: الاستماع للأولاد، النصح بالحكمة، حمايته من الحسد والغيرة. 2. النصح المستمر. يعقوب عليه السلام لم يكن صامتاً، كان دائماً ينصح أولاده. ومن أعظم مواقف النصح لما خاف عليهم من الحسد، فقال لهم: يا بني، لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. كان بيأمرهم بالأخذ بالأسباب والتوكل على الله. 3. التودد والحب في الكلام. يعقوب عليه السلام كان بيخاطب أولاده بأسلوب مليء بالحب حتى في أصعب المواقف. كان يقول ليوسف: يا بني، ولإخوته: يا بني. كلمة يا بني مش مجرد نداء، دي رسالة دفء. 4. التعبير الإيجابي والتفاؤل. يعقوب عليه السلام لما سمع رؤيا ولده ما قالوش له دي رؤيا شر، بالعكس فسرها له بشكل إيجابي، وقال له: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. ده درس مهم، الأب لازم يكون مصدر أمل وتفاؤل لأولاده، مش العكس. 3. العدل بين الأبناء، إزاي عدل بين حبه ليهم؟ يعقوب عليه السلام كان عادلاً مع أولاده في المعاملة والعطاء، لكنه كان يحب يوسف وبنيامين أكثر لأنهما ابن زوجته راحيل، ولأنهما كانا صغيرين، وده أمر قلبي لا يملك التحكم فيه. لكن الإخوة ظنوا إن ده تفضيل، وملكتهم الغيرة، وقالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. يعقوب عليه السلام حاول يخمد نار الغيرة في قلوبهم، ونصح يوسف بألا يقص رؤياه عليهم، لكنه ما كانش عارف إن الغيرة هتوصل بيهم للخيانة. وكان يعقوب حريصاً على حفظ أبنائه عن الأشخاص السيئين، لأنهم قد يغرونهم بالشر، كما حدث حين قال بعضهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً بعيدة. وكان من تمام تربيته لهم مصاحبتهم للصالحين وحفظهم عن قرناء السوء.
يعقوب حاول يخمد نار الغيرة في قلوبهم، ونصح يوسف بألا يقص رؤياه عليهم، لكنه ما كانش عارف إن الغيرة هتوصل بيهم للخيانة. ده درس عظيم. الأب لازم يكون واعي بغيرة أولاده ويحاول يطفئها قبل ما تشتعل، لأن إلقاء يوسف في البئر ومحاولة قتله كانت بسبب الغيرة من زيادة حب الأب لابن دون البقية. رابعاً، يوم الخيانة، رد فعل الأب. الإخوة رجعوا بالقميص ملطخا بدم كذب، وقالوا: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. يعقوب عرف إنهم بيكذبوا، لكن بدل ما يصرح ويلوم قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. هنا يعقوب عليه السلام علم الآباء كلهم: لما أولادك يغلطوا في حقك ما تفضحهمش وما تقطعش علاقتك بيهم، اصبر واستعن بالله وادعوا لهم. وهنا يتبادر سؤال مهم: هل يعقل أن يجتمع أبناء نبي على الكيد لأخيهم؟ أين ذهبت تربية نبي الله يعقوب لهم؟ نقول: لم يقصر نبي الله يعقوب عليه السلام في تربية أولاده، وإلا كان ذلك خادشا لعدالته، ولكن التربية ليست علة تامة في صلاح من يربى، وهذا شأن الأنبياء جميعا، كما حدث مع ابن نوح عليه السلام الذي عصى أباه وقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وكما خان بعض من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وعاشره، لم يكن تقصير من الفاعل، بل التقصير كان من القابل، وليست معاشرة الأنبياء علة تامة في صلاح من يعاشرهم. خامسا، سنين الحزن وعدم اليأس. يعقوب عليه السلام فقد يوسف وفقد بنيامين بعدين، وعاش سنين طويلة في حزن عميق. قال الفضيل بن عياض: كان فراق يوسف من حجر يعقوب إلى أن التقيا 80 سنة. وقال الحسن البصري: إن يوسف عليه السلام ألقي في الجب وهو ابن 12 سنة، ولقي أباه بعد 80. لا تجف عينا يعقوب، وما على وجه الأرض يومئذ أكرم على الله من يعقوب، وابيضت عيناه من الحزن، وكان يقول: يا أسفاء على يوسف. لكنه ما كان يشكو لغير الله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والبث هنا هو أشد الحزن. الدرس: الأب ممكن يكون حزين، يبكي، يتألم، ده مش ضعف. المهم إنه ما ييأسش من رحمة الله وما يخرجش عن طوره. ودفعته شفقته عليهم أن يوصيهم عند دخولهم مصر بأن يدخلوا من أبواب متفرقة لكي لا تترقبهم الأعين، وقد يكون ما يسيئهم، وليس في قدرته أن يدفع عنهم أذى، فالدافع للأذى هو الله، وله وحده الحكم، وقد توكل عليه وفوض إليه أمره وأمرهم. المهم إنك ما تيأسش من رحمة الله. سادسا، المغفرة والسماح. لما رجع الإخوة واعترفوا بذنبهم قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي. مع إنهم تسببوا في فقدانه لأغلى أولاده، ومع إنهم كذبوا عليه سنين، هو سامحهم ودعا لهم، مش قاعد يلومهم أو يعاتبهم طول العمر. ده يعقوب عليه السلام. الخاتمة. في النهاية يا صديقي، يعقوب عليه السلام مش مجرد نبي، هو نموذج الأب في كل زمان. ربى أولاده على التوحيد قبل أي حاجة، سمع لهم ولم يستهزئ بأحلامهم، نصحهم بالحكمة وما فضحش عيوبهم، عدل بينهم في المعاملة وما أظهرش تفضيله لأحدهم، صبر صبرا جميلا في أشد المحن، حزن من غير ما ييأس من رحمة الله، سامح. اللهم اجعلنا من الآباء الصالحين، وارزقنا صبر يعقوب وحكمته وحبه لأولاده. لو وصلت للآخر تذكر أن الدال على الخير كفاعله. شارك الفيديو واشترك في القناة للمتابعة، وننتظر رأيك في التعليقات.